بحفل الشامي والنجم اللبناني هيفا وهبي ودخول النجم الشامي إلى المؤتمر الصحفي الذي يتنظم اليوم وينظم في بيروت. مرحبا شامي، أهلا وسهلا فيك في بيروت بعد كل النجاحات اللي عم تحققها عالميا. اليوم بهيدا الحفل اللي تم تأجيله أكثر من مرة أنت والنجمة هيفا وهبي بسبب الظروف الراهنة، بما أنه أعلنتوا عن هيدا الحفل من فترة طويلة، توقعنا أنه الديو اللي تعمله هيفا مع نجم من الجيل الجديد يكون معك أنت مش مع زميلك سان لوفون. كيف انطباعاتك بهيدا الديو اللي قدمته هيفا مع سان لوفون؟ شو رأيك فيه؟ وجمعك مع هيفا أنتوا عم بتروجوا لهيدا الحفل، لقاء ظريف يعني تشاركتوه معنا على السوشيال ميديا. خبرنا عن كواليسه، شو حكيتوا مع بعض، وهل حتفاجئونا بركي اليوم بديو او بالمستقبل القريب بديو كمان؟ اول شيء كرمال الديو ما بعرف اذا في التقاء فني بيني وبين هيفا وهبي. هي نجمه عندها هويتها الخاصه وما بعرف اذا بمحل معين ممكن نلتقى بالموسيقى، فبحس انه سان لوفون بطريقه الفن الاستعراضي اللي بيقدموه اللي فيه شيء من الهيب هوب وهذا النوع من الموسيقى بيشبهها اكثر، فبعتقد هذا السبب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا ممنون على هذا الحفل اللي صار رغم التأجيل، رغم ظروف الحرب يلي عم تقطع فيها هي البلد العزيزة علي اللي حضنتني واللي أنا عايش فيها لبنان. والحمد لله رب العالمين تم الحفل، واليوم الحفلة مسكرة والناس جايين ينبسطوا إن شاء الله ورح نسعدهم. شكرا. شامي، بحوار سابق تمنيت لفضل شاكر انه يظهر من هالازمه اللي هو فيها وهلا ظهر. اتصلت فيه وتواصلت معه، وهل مره حكيت انه ممكن يكون في يعني شغل مع بعض؟ معقول يصير؟ ثاني سؤال، انت حنشوفك بسوريا؟ اول شيء بخصوص النجم الاسطوره فضل شاكر، بعتقد انه هلا بعد طلوعه بعد 14 سنه من العزله التامه، بعتقد انه هو عم يتعرض لكثير من الضغط الفني والاجتماعي وعلى جميع الاصعده، فانا اكيد دائما مرحب وبتشرف باسطوره اني اغني معه، يعني هذا بيكون وسام شرف على كتفي. ان شاء الله بيوم من الايام يا رب هيك بس هو يروق وضعه ويرتاح نفسيا. بالنسبه سوريا، بالنسبه لسوريا يعني بلدي، يعني هي بلدي، انا ناطر من الله بيوم من الايام يكون عم غني على مسارح دمشق ومسارح سوريا. ان شاء الله بوقت ما بيستقر الوضع على جميع الاصعده السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ويكون الشعب جاهز لينبسط ويفرح ويرقص، رح يكون من اوائل الناس الموجودين على مسارح بلدي. شرف لإلي هذا. شامي مرحبا، حبيبي. جوان ملا من سيريا توكس. اكيد كنا عم نحكي عن وجودك بسوريا وكثير ناس ناطرتك هنيك. بدي استفسر منك اذا كان في تواصل معك من جهات حكوميه حتى تكون موجود بحفل بسوريا، سواء بقلعه دمشق او بدار الاوبرا او بمكان اخر، فيا ترى في تواصل معك من وزاره الثقافه او السياحه او شيء؟ الحقيقه عم بيتم التواصل مع اداره الاعمال من وزاره الثقافه ووزاره السياحه، بعتقد ايه، وعم دائما عم بيكون في نقاشات بهذا الموضوع حول الامور اللوجستيه، يعني وكيف ممكن يصير هذا الحفل وممكن يكون قريبا ان شاء الله. نعم عم بيتم التواصل. عندك شروط معينه لتغني بسوريا بلدها؟ انا ما عندي شروط لغني ببلدي، انا بعيوني بنزل تمشاية على بلدي بغني فيها، لا مو انا الفنان اللي يكون عندي شروط لغني ببلدي، انما هي شروط لسلامه العالم ولسلامه الحفل، ويكون حفل اللي ينبسطوا فيه العالم، مو كرمال الشروط الشخصيه. شامي، في النجم نصيب زيتون انتم بنفس الشركه، بس دائما جمهوركم بيحسسنا انه في منافسه بيناتكم، شو تعليقك؟ هو اللي عم بيحسسنا بالمنافسه هو الاسئله الغريبه اللي بتجي هيك، لو يكون في هيك شيء بيني وبين نجم من بلدي نصيب زيتون. هذا نجم من بلدي، بحترمه وبسمع له، وما في ممكن يكون هذا النوع من المنافسه والاخذ والرد بيناتنا ابدا. شامي، شادي من ميوزك نيشن، امبارح سلطان طلب كان بمقابله ووجه لك فيها رساله، شو تعليقك او شو بترد عليه على الرساله اللي وجه لك اياها؟ وكمان شو بيعني لك انه اسمك عم بيكون هيك عم ينذكر حتى مع اسامي هلا كبيره مثل سلطان طرب؟ يعني سلطان الطرب جورج وسوف هو مدرسه من مدارس الفن العربي، فنان من بلدي نجاح عربي مطلق بالعالم. ممكن انه يكون عم بيوجه لي رسائل ونصائح، هذا الشيء بيكبر القلب وبيفرحني دائما. وشو بدي اقول له غير انه الله يطول بعمرك ويديمك فوق راس الفن السوري والعربي. كمان اول حفل لك كان على هذا المسرح بمسيرتك،
واليوم عم ترجع عليه، خبرنا شو بتعني لك هيدي الرجعه؟ هي اللحظة المعنوية والنفسية الحلوة اللي عم نعيشها، انه قطع عن هي الحفلة بعتقد 2.5 ل3 سنين فتلت فيها العالم، كندا واوروبا ومسارح العالم العربي، لارجع على نفس المسرح والتقي بالجمهور اللبناني صراحة بشعور لا يوصف. الشاب محمد عبد الرحمن هواقة، ليش دائما بالمقابلات اللي بتصير مع بعض الفنانين او بعض المشاهير بيتم استخدام اسم الشامي بكل المقابلات؟ هل بتشوف هيدا استغلال لاسمك بس ليركبوا الموجه او ليركبوا الترند؟ بعتقد انه لازم يكونوا عم بيقضوا وقت اكثر ما يحكوا على الاعلام والصحافه، يقضوا وقت بالاستوديو ويقضوا وقت بمسارحهم ويشتغلوا على حالهم فيه. قصده من الصحفيين، الصحفيين والفنانين حتى الاثنين. انا اعتقد انه عم بيتم ذكر الاثنين اوقات، حتى لو ما سال الصحافه عم بيكون الفنان بيطلع بيجيب سيره لحاله. انا بحترم جميع الاراء، بس مو كل الناس مهيئه لتعطي رايها فيني. انا كاتب وملحن، وانا عامل من انجح الهيتات العالم العربي خلال 3 سنين الماضيه، وعامل انجح حفلات الجماهيريه بالعالم العربي، فمو كل مين بيطلع على الصحافه والاعلام بينقل الشامي، الا العمالقه والاساطير اللي ممكن يعطوا رايهم فيني مثل سلطان الطرب ابو وديع. طبعا بس مش للكل هذا الراي. بتحسهم ليبينوا يعني عم ممكن. شرفت فيكم كثير. شكرا. بعد سؤال. يوم حفل لا يوم حفل هيفا معروفه انه هي بالنسبه للبنات هي ايدل، وكثار من البنات بيقلبوها بطريقه تعاملها حتى مع الشباب يمكن او يمكن حتى بتغني. بتحس انه اول شيء شو رايك بهذا الستايل بشكل عام؟ وهل بتحب تكون مثلا انت مش يا ست شبيه بس انه مثلها بس للشباب مثلا؟ لا يشوفوك الشباب لا، انا بحترم حاله النجمه والديفا هيفا وهبي، بس انا شخصيا ما ممكن اقدم هذا النوع من الفن بسبب ستيلي وهويتي اللي انا اصلا معروفه عني، اللي انا بعملها دائما. فبس انا كثير بحترم، ولو قطع مقطع من اغنيه انا بسمعها وهيك في حس لذيذ بصوته وباغانيها، بس انا شخصيا لا ما بعتقد. بألبومك الجديد في كثير اغاني بعد بدها تنزل، وفي عمل روجت له انت وريان حركه، كان في صوره بيناتكم بس ما عادش رجع صدر شيء منها، شوف لنا شوي عن تفاصيلها. خلص هي بكشف لك اياها بعدين. اخترت اسم الشامي ليحمل معك ليكون هويتك الفنيه اليوم بعد كل هيدا النجاح، شو صار بيعني لك اليوم اسم الشامي؟ اسم الشامي هو بيمثل اصولي وجذوري السوريه وبلاد الشام ككل، لبنان وفلسطين وسوريا والاردن. وهذا الاسم يلي انا فخور انه بعمر 24 سنه حامل اسم كبير انه الشامي، وعم يفتل العالم بهذا الاسم، وبعتقد انه هو مسؤوليه اكثر من شعور فخر واعتزاز. شاني بونسوار وجسار من تلفزيون الوطن، تلفزيون لبنان. سألت انه انا امبارح كنت موجود اليوم بالتحضيرات للحفل، ونزلت ستوري لانه بتعرف قد ايه الفانز بيحبوا الشامي وهيفا، فانا اليوم كاعلامي انا وعم صور خبرت انه رح يكون في مفاجاه سان لوران يمكن يكون متواجد بهذا الحفل. نزلت الريل عندي على صفحتي، بكتشف نسبه الفانز تبعك هاجموا سان لوران وكانوا عم بدافعوا عنك. بدي منك اليوم توجه رساله، من انا بعرف انه اخلاقك ونفسيتك ما بتحب الحرب ولا ثواني الحرب شو؟ اذا شنوها الفانز تبعك على سان لوران. شو انت اليوم مثل ما عملوا غير فنانين طلبوا من الجمهور تبعهم الفانز انه ما يهاجموا ولا فنان لان هن عندهم اخلاق وما بيحبوا هذا الشيء. بدي منك رساله للفانز تبعك تقول لهم هل الهجوم على غير فنانين بضر بالشامي او لا هن بنظرك هن عم يدافعوا عنك بحقهم؟ صار لنا 3 سنين عم نعيش حروب، ما بدنا كلمه حروب بهذا المؤتمر، والله يبعد الحروب. كلمه مش لإلي للفانز. بدك خليني احكي ولا بدك تحكي؟ تقعد محلي؟ روجي خليه يحكي. خليني اروح افسر لك. طيب خليني افسر لك. اول شيء ما في حروب فنيه وانا ما بحبه لهذا المصطلح. ثاني شيء اليوم في ذوق عام وفي اراء جماهيريه، اكيد بنوجه لهم رسائل، نحن دائما ندعي انه ما في حروب فنيه وهذا الشيء ما بيصير، خصوصا انه لا يوجد التقاء فني بين شخص بيعمل هذا النوع من الموسيقى وبين الشامي. لو يوجد التقاء فني كنت بقول لك كلامك كصحفي المفروض انت عارف موسيقى انه مبرر الى حد ما، ولكن هذا النوع من الحروب غير مبرره. اليوم غالبا ما بيكون مسؤول الفنان عن ردود فعل جماهيره. عندي جماهير يمكن ارائهم وردات فعلهم عنيفه، يقبرني ربهم برضه بعنفهم وبمحبتهم، بس اكيد انا بقول لهم بيحترموا كل الفنانين، بيحترموا جميع الاذواق، بيحترموا كل العالم، لانه انا هيك بحترم كل الفنانين
يبقوا كل الاذواق، يبقوا كل الاراء بتتم. ما انا ما عندي شك باخلاقك، شوي عم بسالك هذا السؤال. شباب يعطيكم الف عافيه. شكرا. بس هون ايالك انك عملت فيديو مع هيفا يخرب روحك يا حبحب.